عندك معلومه ان السيسي عرض على مبارك بعد التنحي انه يهرب من السعوديه؟ ترى الحكايه دي لما تنحى الرئيس مبارك تاني يوم دعا رئيس المخابرات الحربيه وقتها اللي وقع فتاح السيسي الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري وهو من اقدم الاحزاب المعارضه في مصر. وفي الاجتماع سال السيسي رفعت السعيد وقال له ايه رايك يا دكتور نعمل ايه مع مبارك وهو في شرم الشيخ دلوقتي؟ رفعت السعيد بص للسيسي وقال له خليه يغور السعوديه، خلينا نخلص منه. السيسي وقتها اتضايق جدا وبص له وقال له خلي بالك يا دكتور، انت بتتكلم عن قائد عسكري، قائد وبطل من ابطال اكتوبر. تاني حاجه تم العرض عليه فعلا ان هو يسافر السعوديه ويهرب هناك، لكنه رد اجابه غير متوقعه. بيحكي تفاصيل الحكايه رئيس حزب التجمع رفعت السعيد في مذكراته ما تبقى من ذكريات، وبيقول ان بعد تنحي مبارك جاله دعوه من المجلس العسكري انه يقعد مع 5 لواءات من المجلس العسكري، كان ابرزهم السيسي واللواء العصار وكمان اسماعيل عثمان. بيقول رفعت السعيد زي ما قلت لك في المقدمه ان في اللقاء ده سالوا السيسي نعمل ايه مع مبارك، فرفعت السعيد بيقول انا اقترحت ان هو يسافر السعوديه. السيسي قال لي خلي بالك لازم تراعي ان الجيش شاف مبارك برضه قائد حرب اكتوبر، قائد وبطل حتى لو اخطا سياسيا، لكن لازم يتم مراعاه النقطه دي. تاني حاجه احنا اقترحنا عليه فعلا ان هو يسافر السعوديه، لكن مبارك قال لنا استحاله يحصل ده، انا ما عملتش حاجه غلط، انا هعيش في مصر وهموت في مصر. وبيقول رفعت السعيد ان السيسي في اللقاء ده حكى له كواليس اول اجتماع مجلس عسكري وقت الثوره كان تم انعقاده بدون حضور مبارك نفسه، وقال لي خلي بالك يا دكتور قياده الجيش عندنا موحده تماما، يعني مثلا وقت الثوره عملنا اجتماع مجلس عسكري بدون دعوه مبارك، وده عشان يناقش موقفنا بدون حساسيه. وفعلا مبارك لما عرف جه مره واحده وزاره الدفاع، وقتها وصل لنا الخبر ففضينا الاجتماع، وهو لما حضر وقعد مع المشير طنطاوي ما جابش سيره الاجتماع خالص. ويحكي رفعت السعيد ان حد من القاده العسكريين اللي موجودين في الاجتماع قال له ان مبارك ما فتحش سيره الاجتماع ده مع المشير طنطاوي، لكن قال له بقول لك ايه احنا هنعتمد على الجيش في فض المظاهرات. لكن المشير قال له لا صعب يا فندم يحصل الكلام ده. فمبارك قال له ليه يعني صعب؟ قال له لان تسليح الجيش مش معد ان هو يفض مظاهرات. تاني حاجه يعني ينفع اضرب طلقه من الدبابه تفض مظاهرات فيقع قدامها 40,000؟ ده دور الداخليه مش دورنا. ويكمل رفعت السعيد الحكايه وبيقول ان انا وقتها قلت للسيسي وقلت للقاده العسكريين وقتها هل يصح ان دبابه تخرج من عندكم مكتوب عليها يسقط حكم مبارك؟ ده غريب جدا يحصل من الجيش المصري. فبص السيسي وقال لي بقول لك ايه، هل الكلام ده كان فعلا من ورانا؟ احنا اللي كاتبين ده على الدبابه، احنا عارفين ان هيحصل كده. فرفعت السعيد بيقول انا اتخضيت وقتها وقلت له ازاي تكتبوا ده؟ برضه مبارك قائد عسكري. قال له لا ده كانت رساله ليك وللثوره وللعالم ان الجيش انحاز وقتها الاراده الشعبيه. وبيقول رفعت السعيد ان السيسي بص لي وقال لي بقول لك يا دكتور هو انت عندك خبره في الشؤون العسكريه؟ فقلت له لا بصراحه ما عنديش خبره زيكم. فالسيسي قال لي عارف اليوم اللي احتشد فيه المظاهرين قدام بيت مبارك؟ وقتها الدبابات كان المدفع متوجه ضد بيت مبارك، انتوا كلكم ما فهمتوش الكلام ده، لكن مبارك عشان فاهم كويس فهم ان دي رساله ان الجيش مع الشعب مش معاه. موقف تاني بيحكي رفعت السعيد في مذكراته وكان بطله السيسي رغم ان هو ما اتكلمش في الموقف ده لكن ضحك بس. والحكايه بيقولها رفعت السعيد ان في يوم دعاه المشير طنطاوي انه يحضر اجتماع مناقشه تشكيل الجمعيه التاسيسيه لكتابه وضع الدستور، وفعلا راح الاجتماع ولقى الاخوان هناك والسلفيين واحزاب كتير. وبيقول رفعت السعيد ان في الاجتماعات دي كل الاحزاب او اغلبها محدش بيتكلم فيها غير انا بس، وكان الاخوان بيتكلموا بكل طلاقه ومعاهم السلفيين، وكانوا عاملين لوبي جوه الاجتماعات دي. وفي الاجتماع كان المشير طنطاوي متضايق جدا لان الاخوان كانوا بيطولوا جدا في الاجتماع، كان هدفهم ان الاجتماع يبوظ عشان يعملوا صفقات سريه. فالمشير طنطاوي اتضايق منهم وقال لهم ما حدش هيخرج بره الاجتماع ده، كلنا هنتفق في الاجتماع ده مهما طولتوا الكلام. وبيقول رفعت سعيد عشان ابوظ خطه الاخوان بصيت للمشير وقلت له يا سياده المشير انتوا هنا كلواءات وقاده عسكريين عارفين الدنيا رايحه فين، لكن لو لواء ملوش علاقه بيكم وكان ماشي مع بنته وهو ماشي لقى عبارات مسيئه له ومسيئه للجيش المصري، هل اللواء ده مش عارف مين اللي ورا الكتابه دي؟ وبيقول رفعت سعيد انا بصيت للاخوان وقلت لهم وانتوا مش عارفين مين اللي كتب الكلام ده؟ فالاخوان فهموا قصدي ان انا اقصدهم هم. فمره واحده عصام العريان اتجنن وقال لي انت بتسخن المشير علينا، ده ظلم. وبص للمشير وقال له ده بيسخنك علينا سياده المشير. وقتها ضحكت وقلت لهم مش محتاجه تسخين، والمشير قال لهم ما حدش يعرف يسخنني، احنا هنرفع الجلسه دلوقتي ونرجع بعد نص ساعه. وفي النص ساعه دي فهمت ان الاخوان بيعملوا صفقه. وقفت بعيد وبشرب فنجان قهوه فلقاني اللواء العصار متضايق جدا ومتعصب، فدخل وقال لي بقول لك يا دكتور
اهدى كده وما تقلقش على الشعب المصري. انا عارف ان انت متضايق، لكن الشعب المصري ده رغم ان في انتشار الاميه لكن واعي جدا. استحاله يرفض الدوله المدنيه، واستحاله يوافق على حكم الاخوان. وقتها اتضايقت منه وقلت له طالما انت شايف كده استنى اليوم اللي تقف قدام قضاة الاخوان ويحبسوك. اللي هو العصار اتخض وبص لي وقال لي انا ما بخافش يا دكتور، انا ما بخافش. وقتها كان بيبص علينا من بعيد اللي هو السيسي، وكان مبتسم جدا، مش كان فرحان بالموضوع لكن كان مبسوط ان كان اللي هو العصار وانا خايفين على البلد بجد، خايفين ومش عايزين مناصب. وبعد ما اللي هو العصار مشي بيقول رفعت السعيد جالي اللي هو السيسي وقال لي اهدى يا دكتور واعرف كويس ان الشعب المصري يتراهن عليه، وخلي بالك انا عايز ابعت لك دراسه عن الاخوان عاملها اللي هو صدق صبحي في امريكا، هتعرفك كويس الاخوان دول بيفكروا ازاي. انا عارف كويس انك دارس الاخوان كويس، لكن برضه احنا دارسينهم. ورفعت سعيد في نهايه مذكراته انا فعلا كان لازم اعتذر اللي هو العصار لانه شخص مثقف جدا وبيقرا كل حاجه، لانه كان هو على حق، لانه راهن على مصر وراهن على الشعب المصري ان هم يرفضوا الاخوان ويختاروا وسطيه الاسلام. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان الرئيس مبارك كان عنده حق انه يرفض عرض السيسي والجيش انه يسافر السعوديه؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.